السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أبطال تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طب يا حبايب قلبي إحنا النهاردة هنخلص خالص درس الحضارة الإسلامية، يبقى إحنا بنتكلم يا مستر في الجزء الثاني. طب الجزء الأول وإحنا كنا أخدنا إيه؟ في الجزء الأول يا عم كنا عرفنا نشأة الحضارة الإسلامية، عصور الخلافة بالتفصيل، عوامل قيام الحضارة الإسلامية بالتفصيل، وكانت بقى إيه؟ ملامح الحضارة الإسلامية. طبعا انت هتقول لي ملامح الحضاره الاسلاميه دي الحاجه المتبقيه يا مستر، دي اكيد جزء قد كده وهنخلص. لا يا حبيب قلبي، ده جزء كبير ومحتاج تركيز قوي منك، واحنا مش هنعدي كلمه، هنفصص كل كلمه زي ما احنا متعودين. بس انت ايه، ركز معايا، جهز بقى كراستك وقلمك واكتب بقى ورايا الحاجات المهمه. تمام كده؟ اعمل بقى لايك للفيديو، اكتب لي بقى في الكومنتات كده يا عم اي حاجه انت عايز تكتبها، ويلا بينا يا حبيب قلبي نبدا الدرس بتاعنا. في ملامح الحضاره الاسلاميه يا حبيب قلبي انا هكلمك على 5 حاجات اللي هم ايه؟ الحياه السياسيه، الحياه الاجتماعيه، الحياه الاقتصاديه، العلميه والفكريه، العماره والفنون، الحاجات اللي انت اصلا اخدتها كتير قبل كده وزهقت منها. بس صدقني في الحضاره الاسلاميه الموضوع هيكون مختلف، وانا هرتبه لك واظبطه لك. هنمشي كده مع الدرس كانه حلقه كده، كانه قصدي سلسله، انت بس ركز معايا. فبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدا بالحياه الايه يا اولاد السياسيه. اولا يا مستر تاني، يعني ايه الحياه السياسيه؟ يعني يا عم احنا هنتكلم عن نظام الايه؟ الحكم، نظام الحكم ونظام الدوله كانت عامله ازاي. فواحده واحده معايا. هنا بيقول لي ايه؟ اسس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره اللي هي يثرب او المدينه المنوره، اسس في المدينه المنوره اول مجتمع سياسي منظم. مجتمع سياسي منظم يعني ايه يا مستر ان الرسول عليه الصلاه والسلام اسس مجتمع سياسي منظم؟ اقول لك المجتمع السياسي المنظم ده يا حبيبي اللي هو الدوله الاسلاميه، اللي هو الدوله الايه؟ الاسلاميه. يبقى احنا بنتكلم يا مستر ان الحضاره الاسلاميه بدات لما سيدنا محمد اسس ايه؟ اول مجتمع سياسي منظم، او اسس ايه؟ او اسس الدوله الاسلاميه. يعني احنا بدانا يا مستر وكان عندنا دوله بالفعل، ما بداناش بقى الاول في شكل كره ولا لا 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 لا، احنا حضارتنا الاسلاميه بدات لما عملنا الدوله الايه؟ الاسلاميه. طيب يا حبايب قلبي ركز بقى هنا معايا. قال لي بص يا مستر، المجتمع السياسي المنظم اللي اسسه سيدنا محمد في المدينه كان قائما على مبادئ الاسلام وقائم على قوانين الاسلام. قوانين الايه؟ الاسلام ومبادئ الاسلام. هنا بيقول لي كمان ايه؟ ووضع اول دستور مكتوب وهو صحيفه المدينه. قلت له استنى يا عم، هو يعني ايه دستور؟ وايه اول دستور وضع ده؟ قال لك بص يا حبيبي، الدستور ده يا عم مجموعه من النصوص او الجمل اللي بتوضح حقوق المواطن وواجباته. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت كمواطن في الدوله الاسلاميه انت ليك حق وعليك واجبات لازم تعملها. تمام. فالدستور ده هو اللي بيوضح انت ليك ايه وعليك ايه، انت ليك ايه لازم تاخده وعليك ايه لازم تعمله. فاول دستور مكتوب في الدوله الاسلاميه كان يعرف باسم صحيفه الايه يا مستر؟ صحيفه المدينه. خد بالك هنا بيقول لي اهو نصوص من صحيفه المدينه، تعال نقراها مع بعض كده. بيقول لي ايه؟ المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم، اي مسلم بقى تبع قريش او يثرب او اي حته، فلحق بهم تمام وجاهد معهم امه واحده من دون الناس. يعني ايه يا عم؟ يعني المسلمين يا مستر كلهم كده مع بعض شعب واحد وامه واحده، مفيش فرق بين ده وبين ده، مفيش فرق بين المسلم اللي من قريش والمسلم اللي من يثرب او من المدينه او من اي حته، لا كلنا ايه؟ امه واحده. ركز بقى في النص الثاني، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. يعني ايه يا مستر؟ هو كان في يهود؟ ايوه، الدوله الاسلاميه كان بيعيش فيها ناس من ديانات تانية، يهود ومسيحيين وناس تانيين مشركين خالص، تمام؟ عايشين معانا في نفس الدوله لكن هم ليهم دينهم واحنا لينا ديننا. محدش يغصب حد ويدخله في الدين بتاعه. يعني انا ما اروحش على واحد يهودي اضربه واقول له لازم تدخل في الاسلام والا هقتلك، مفيش الكلام ده. لهم دينهم ولنا ايه؟ ولنا ديننا. تمام، ركز بقى معايا. الا من ظلم وآثم فانه لا يهلك الا نفسه واهل بيته. يعني يا مستر، يعني الدوله فيها مسلمين وفيها يهود وفيها ديانات تانية كتير، حلو، كلنا هنعيش مع بعض، مفيش حد هيأذي حد ولا حد هيقرب على حق حد، الا مين؟ الا اللي هيظلم.
يعني لو شخص مسلم ظلم شخص يهودي، هنا المسلم هيتعاقب، صح كده؟ صح كده. ولو شخص يهودي ظلم شخص مسلم، هنا اليهودي هيتعاقب، صح كده؟ صح كده. يبقى حبايب قلبي النص واضح اهو، لليهود دينهم والمسلمين دينهم الا من ظلم واسم. ده بقى مين؟ ده اللي هيهلك بقى نفسه واهل بيته لو هو اللي ظلم. من خرج من المدينه امن، ومن قعد امن، الا من ظلم واثم. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي عايز يطلع من المدينه هيطلع في امان، محدش هيأذيه. اللي هيقعد في امان، محدش هيأذيه. الا مين؟ الا اللي هيظلم او هيعتدي على حد. النصوص واضحه، يعني كلنا شعب واحد، كلنا سواسيه، بيحكمنا العدل وبتحكمنا قوانين جميله. الا مين؟ الا اللي يظلم. اللي يظلم ده بقى هو اللي هيتعاقب. تمام يا عم؟ تمام. فده كان دستور بيعرف الناس بحقهم، ان احنا كلنا سواسيه، كلنا عايشين مع بعض امه واحده، كلنا مفيش فرق ما بيننا، ولكن كل واحد ليه دينه ومحدش يأذي حد. بس كده. اللي هيأذي حد او هيظلم ده بقى يا عم هو اللي هيجيب لنفسه الايه؟ العقاب والاذيه. تعالى بقى يا عم، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا يا عم بقى، هو الحته اللي احنا وقفنا عندها، ان اول دستور مكتوب هو صحيفه المدينه، وانا قرات لك شويه نصوص من صحيفه المدينه. تعالى بقى. صحيفه المدينه دي التي نظمت العلاقه بين المسلمين وغيرهم من سكان الايه؟ المدينه. يبقى صحيفه المدينه دي يا مستر نظمت العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين، عرفت كل واحد ليه ايه وعلى ايه. كلنا ايه؟ هنعيش مع بعض في دوله واحده، وهنحترم بعض، وهنعيش مع بعض عادي جدا. الا مين؟ الا اللي يظلم. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع غير المسلمين، نتعامل معاهم بكل ود ورحمه، ملناش دعوه ايه بدينهم، ولا حد يأذيهم، ولا حد ايه يقرب لهم. وكذلك اصحاب الديانات التانيه برضو يتعاملوا مع المسلمين بود ورحمه او باحترام، محدش يأذي ايه؟ محدش يأذي حد. طيب تعالى بقى يا عم. يبقى انا في الشويه دول يا مستر عرفت ان بدايه الدوله الاسلاميه، بدايه حياتها السياسيه، يعني ان الرسول عمل مجتمع سياسي منظم في المدينه وهو الدوله الاسلاميه. وكانت الدوله دي لها دستور مكتوب وهو صحيفه المدينه. الدستور ده اهميته ايه؟ نظم العلاقه بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينه. قول معايا، نظم العلاقه بين المسلمين وغيرهم من سكان الايه؟ المدينه. تعالى بقى يا عم. اما بقى يا مستر بعد وفاه الرسول وفي عصر الخلافه الراشده، كان اختيار الخليفه قائما على الشورى. ازاي؟ ده نظام جديد يا مستر اهوت في الحكم. اقول لك جدع. ازاي بقى يا مستر؟ اللي اعرفه من الحضارات اللي قبل كده، لما القائد او الحاكم او الملك يموت بيورث الحكم من بعده ابنه. هنا الموضوع مختلف. لما القائد والحاكم اللي هو سيدنا محمد مات، مفيش حد ورث الحكم من بعده. امال ايه؟ في قائد تاني حكم من بعده، بقى الخليفة المسلمين، بقى مسؤول عن المسلمين من بعد الرسول. طيب القائد اللي هيحكم من بعد الرسول احنا هنجيبه منين او هنختاره ازاي؟ اقول لك بقى، هنا بقى في نظام اسمه نظام الشورى. يعني ايه الشورى؟ يعني ان المسلمين يا حبيب قلبي يقعدوا مع بعض كده كلهم، ويبداوا يتفقوا كلهم على شخص واحد هو اللي يحكم الدوله. يتشاوروا مع بعض لحد ما كله يبقى موافق على شخص ايه؟ واحد. او الاغلبيه موافقه ان ابو بكر الصديق يكون هو الايه؟ يكون هو الخليفه. يبقى خلاص ما دام الاغلبيه موافقه يبقى ابو بكر الصديق هيكون هو الخليفه. ده نظام اسمه نظام الايه؟ الشورى. يبقى ظهر نظام الشورى امتى يا عم؟ اقول له بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. ده نظام الشورى في الحكم، مش الشورى في اي حاجه ثانيه. اما بقى في العصر الاموي، ركز بقى، في العصر الاموي ظهر نظام اسمه نظام الوراثه. ده بقى اللي انا عارفه، اللي هو لما الحاكم يموت يورث الحكم من بعده ابنه او اخوه او كده. تمام. ظهر امتى نظام الوراثه يا مستر؟ ظهر في العصر الايه؟ الاموي. تمام. يبقى كده نظام الشورى انتهى في ايه؟ في العصر الاموي انتهى نظام الشورى، بدا نظام اسمه نظام الوراثه اهو. وولايه العهد على يد معاويه ابن ابي سفيان. يبقى ظهر النظام ده على ايد معاويه بن ابي سفيان. واستمر نظام الوراثه في العصر العباسي. يعني فضل نظام الوراثه يا مستر مكمل مع الدوله الامويه، ولما انتهت الدوله الامويه وجت الدوله العباسيه فضل برضو النظام اللي مسيطر هو نظام الايه؟ الوراثه. يبقى انا كده عرفتك نظام الحكم بدا ايه وانتهى ايه. نظام الحكم بدا لما سيدنا محمد اسس اول دوله وكان هو الحاكم ايه؟ بتاعها. تمام. وانتهى في العصر العباسي لما اصبح نظام الحكم هو النظام الايه؟ الوراثه في العصر العباسي. ومن قبله عصر الدوله الامويه برضو نظام الحكم يا عمنا كان نظام ايه؟ وراثي. طيب قبل ما نطلع بقى يا عم من الحياه السياسيه، عايزك دلوقتي تقول معايا الكذا نقطه دول، تقولهم ورايا يا عم، مالكش دعوه بقى انا شايفك ولا لا. قول ورايا كذا نقطه دول عشان نحفظهم وخلاص نركنهم وندخل على اللي بعده. يلا بينا.
يلا بينا يلا بينا يلا. بدأت الحياة السياسية ازاي؟ لما أسس الرسول عليه الصلاة والسلام دولة فين؟ في المدينة، وكان هو ايه اللي بيحكم الدولة دي؟ كان ليها ايه؟ قول معايا، كان ليها ايه؟ دستور مكتوب، واللي هو ايه؟ واللي هو صحيفة المدينة. صحيفة المدينة دي أهميتها ايه؟ نظمت العلاقة بين المسلمين وغيرهم من سكان الايه؟ من سكان المدينة. بعد وفاة الرسول ظهر نظام اسمه نظام الشورى. نظام الشورى انتهى امتى؟ انتهى في العصر الاموي. ليه؟ لان ظهر نظام تاني اسمه نظام الايه؟ الوراثه، وفضل نظام الوراثه مكمل لحد العصر العباسي. وضحت كده؟ وضحت. تعالى بقى ندخل على الايه؟ الحياه الاجتماعيه. نعرف بقى الناس والمجتمع في الدوله الاسلاميه كان عامل ازاي. هنا بيقول له بص يا مستر، عمل الاسلام على تنظيم شؤون الاسره. ركز في الحته دي، شؤون الاسره. يعني ايه يا مستر الاسلام نظم شؤون الاسره؟ طب خليني اخدك واحده واحده تلاقين. هو يعني ايه اسره؟ الاسره يا مستر اللي هو الزوج، الزوجه، الاولاد، الاب، الام، الكلام ده. دي ايه؟ الاسره. اب، ام، اولاد، زوج، زوجه، اولاد، كده دي اسره. حلوه قوي. ازاي بقى الاسلام نظم شؤون الاسره؟ بص يا حبيب قلبي، الاسلام وضع قوانين تنظم شؤون الاسره. زي ايه؟ زي ان الاسلام عرف الزوج ازاي يتعامل مع زوجته، او الاب ازاي يتعامل مع زوجته برضه. تمام؟ يبقى عرف الزوج ازاي يتعامل مع زوجته، وازاي يتعامل معاها صح صح مش غلط، وكل حاجه مكتوبه، تعمل كذا كذا كذا، ولو عملت كذا 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 يبقى غلط. فده تنظيم حلو. وكمان عرف الزوجه ازاي تتعامل مع زوجها، برضو نفس الكلام، ده صح صح صح، ولو عملت كده يبقى ده غلط. بعد كده الاسلام عرف الاولاد ازاي يتعاملوا مع ابوهم وامهم، يتعاملوا معاهم ازاي. طبعا احنا عارفين الكلام ده كله بقى. وكمان الاسلام عرف الاب والام ازاي يتعاملوا مع اولادهم صح. يبقى كده الاسلام يا مستر نظم شؤون الاسره، عرف كل واحد في الاسره ازاي يتعامل مع بقيه افراد الاسره. تمام كده؟ تمام. يبقى عامل الاسلام على تنظيم شؤون الايه؟ الاسره. ومش الاسره بس، كمان والمجتمع كله. عرف الناس ازاي تتعامل مع بعض، وايه الصح وايه الغلط، نتعامل بود وبرحمه وباخلاق، وازاي اخلاقنا تكون ايه، ما نكذبش، ما نسرقش، ما ناذيش، وحاجات كتير طبعا انت فاهمها. يبقى الاسلام عامل على تنظيم الايه؟ المجتمع، وحفظ حقوق جميع الفئات. حفظ حقوق جميع الفئات. مين يا مستر جميع الفئات دول؟ تعالى هنبدأ الأول بجميع الفئات دول اللي هم المسلمين واللي هم غير الايه؟ المسلمين. تمام، ركز بقى معايا. احنا قسمنا المجتمع لحاجتين، مسلمين وغير ايه؟ وغير مسلمين، كانوا في الدولة الإسلامية. تمام، حلو كده. هنا عرفنا حقوق المسلمين وغير المسلمين، كل واحد حقه ايه، ليه ايه، وعليه ايه. بعد كده بقيت فئات المجتمع بقى، دول طبقة الحكام، تمام، والخلفاء، دول وزراء، دول تجار اغنياء، دول تجار بساط، دول فقراء، دول مش عارف عبيد، دول ايه دول ايه دول ايه. دي كلها فئات المجتمع. هل الاسلام ساب الناس تتعامل مع بعض كده بمزاجها؟ لا، الاسلام وضع قوانين ووضع نصوص مكتوبه بتعرف كل شخص ازاي يتعامل مع بقيه الفئات. يبقى حفظ حقوق جميع الفئات، كل الفئات لها حقوق. لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. مفيش فرق بين حد، ده ما ينفعش يأذي ده ولا ده يأذي ده. فهنا الاسلام يا حبيبي عمل ايه؟ حفظ حقوق جميع الفئات كلها، مش المسلمين بس، جميع الفئات، ولا الاغنياء والحكام بس، جميع الفئات. تمام، كمل معايا. يبقى رقم واحد يا مستر اهو، الاسلام نظم شؤون الاسره، حفظ جميع حقوق جميع الفئات. بعد كده فرض الاسلام الزكاه. طيب يعني ايه الزكاه؟ الزكاه دي يا عم يعني الشخص اللي معاه فلوس او المقتدر، تمام، بيطلع على فلوسه او على تجارته او على كل ما يعمل حاجات بقى اللي يملكها حاجه اسمها زكاه، يعني جزء. بيطلع ايه؟ جزء. الجزء ده بقى بيكون قمح، بيكون ارز، بيكون حبوب عموما. في ناس برضو بيقولوا او علماء بيقولوا انه ممكن يكون فلوس. تمام، فالمهم ان الشخص القادر بيخرج حاجه اسمها ايه؟ زكاه. حلو قوي. الزكاه اللي هو بيطلعها دي يا مستر سواء كانت فلوس او حبوب او كده بتروح فين؟ قال لك دي بقى بتروح للفقراء. فالشخص الغني او القادر بيخرج زكاه، بناخد الزكاه ديت منه نديها لمين؟ نديها للشخص الفقير. فكده يا مستر الغني
معاه فلوس وعايش ومبسوط، الفقير كمان بقى بيجيله زكاة، فهو كمان بقى عايش مبسوط وزي الفل. فهنا حصل توازن بين كل طبقات المجتمع. بقى الغني زي الفقير بقى يا عم اهو، ما هو الغني معاه فلوس وبياكل ومبسوط، حتى برضه الفقير بقى بياكل ومبسوط. فالزكاة دي يا مستر عملت ايه؟ الزكاة دي اهو، بص بقى، ليه الاسلام فرض الزكاة؟ فرض يعني انت لازم تطلع الزكاة، مش بمزاجك، دي مش سنة، ده فرض لازم تعملها. ليه بقى؟ قال لي لرعاية الفقراء وتوفير احتياجاتهم، علشان نرعى الفقراء ونوفر لهم اللي هم محتاجينه. هو معنى كده يا مستر ان الشخص يقعد في البيت ما يشتغلش ويقول انا فقير هاتولي زكاة؟ لا، الفقراء دول اللي لهم ظروف، مش يبقى شاب قادر يشتغل وينزل بقى الشارع بقى يمد ايده او يقعد في البيت ويقول انا محتاج زكاة. لا، في ظروف، في ايه؟ في ظروف ان الشخص ده مثلا مش قادر يشتغل، او الشخص ده عنده ظروف او عليه دين او حاجات من دي. تمام كده؟ تمام. يبقى الزكاة دي لرعاية الفقراء وتوفير احتياجاتهم. ده بقى يا مستر حقق التوازن بين طبقات المجتمع. يبقى احنا خدنا رقم واحد الاسلام نظم شؤون الاسره، رقم اتنين فرض الزكاه وعرفتك فرض الزكاه ليه. رقم ثلاثة بقى يا عم بيقول لي كان للمراه مكانه كبيره في المجتمع الاسلامي. هي دي حاجه عاديه؟ اقول لك استنى بقى يا حبيبي وركز معايا. قبل الاسلام، قبل ظهور الاسلام في شبه الجزيره العربيه، المراه ما كانش لها اي حق في الحقوق، لا ميراث ولا اي حاجه. اقول لك على حاجه، ده كان في حاجه اسمها وأد البنات. يعني كانت لما بنوته صغيره كانت تتولد، بنوته بنت، كانوا يحفروا لها حفره في الارض ويدفنوها فيها. فالمراه ما كانش لها حبيبي اي حقوق. وعلى مدار الحضارات اللي فاتت اللي احنا اخذناها، حضرتك عرفت ازاي المراه كانت بتعامل بقسوه وكانت بتحرم من حقوقها. فركز لي هنا بقى في الحضاره الاسلاميه. هنا بيقول لي كان المراه مكانه كبيره في المجتمع الاسلامي. دلل، اثبت لي يا عم. قال لك بص، حيث تعددت ادوارها في المجتمع. بقى ليها ادوار كتير في المجتمع، مش بس قاعده في البيت بتربي الابناء او قاعده في البيت بس، لا، بقى ليه حاجات تانية بتعملها. زي ايه؟ قال له فالى جانب دورها كأم، ملناش دعوه بقى بالكلام ده، الى جانب دورها كأم كانت تقوم ببعض الاعمال الاخرى. ايوه زي ايه بقى؟ قال لك تعال، زي انها كانت بتشارك في المعارك. المراه بتشارك في المعركه، هتعمل ايه يا مستر؟ هتمسك سلاح وتحارب وتعمل الحاجات دي؟ لا، كانت بتشارك في المعارك بس مش بتحارب. امال ايه؟ كانت تشارك في المعارك لتضميد الجرحى وسقى المحاربين او وسقي المحاربين. كانت يا عم لو حد اتعور او حاجه تخيط له الجرح تعالجه يعني من المسلمين، ولو حد عطشان او كده كانت تديله الميه. موضوع معروف اهو. تمام. وكمان يا مستر المراه كان لها دور تاني في التجاره والطب والفقه. يعني المراه يا مستر في الاسلام عملت في التجاره طيب، وعملت في الطب كطبيبه وكمان في الفقه وبتتكلم في اصول الدين وكده. ايوه تمام كده. ده غير حاجات تانية كتير قوي، ان كان بقى لها الحق في الميراث، الحق في اختيار الزوج، حق بقى في الحقوق اللي هي العاديه دي، كان لها كل الحقوق دي يا حبيبي. تمام كده يا عم؟ تمام. يبقى احنا في الحياه الاجتماعيه اخذنا 3 حاجات يا مستر. الاسلام نظم شؤون المراه، الاسلام فرض الزكاه، المراه كان لها مكانه كبيره في المجتمع الاسلامي. قول معايا الحاجات دي تحفظها، ما تقعدش قدامي كده باصص للشاشه وخلاص، اكيد هتسرح. تفاعل معايا يا حبيبي، قول معايا، انت المستفاد مش انا. قول معايا وانا عايز افيدك، انا هنا علشان افيدك يا حبيبي. فقول معايا، ردد معايا عشان تحفظ. تعالى بقى يا عم، الحياه الاقتصاديه. يلا هنا بيقول لي ايه؟ قامت الحياه الاقتصاديه على مبادئ الاسلام. قلت له استنى بس، هي الحياه الاقتصاديه اللي هي ايه؟ اللي هي الشغل بقى، الانشطه الاقتصاديه اللي بتجيب فلوس، اللي بتقوم الدوله. حلو قوي. فالانشطه الاقتصاديه كلها يا مستر خلينا متفقين ان هي قامت على مبادئ الاسلام. يا عم مبادئ الاسلام اللي هي ايه؟ اللي هي العدل، مثل العدل، مثل تحريم الغش، مفيش غش، مثل التكافل اللي هو التعاون. تمام. ولما الانشطه الاقتصاديه يا مستر يبقى فيها عدل وما فيهاش غش وفيها تعاون، ده هيؤدي الى التقدم في المجالات الاتيه اللي احنا لسه هناخدها، واللي هي انت عارفها: زراعه، صناعه، تجاره. يبقى يا عم الانشطه الاقتصاديه في المجتمع الاسلامي قامت على ايه؟ على قيم ومبادئ المجتمع الاسلامي، زي العدل، زي ايه؟ تحريم الغش، وزي ايه؟ التكافل. طيب حلو يا حبيبي، بقى ركز معايا. نبدا بالزراعه. هل المسلمين اشتغلوا في الزراعه؟ واهتموا بالزراعه كمان. عرفت ازاي؟ اهو تعالى. اهتم المسلمون ببناء الجسور والسدود
على الانهار ومجاري السيول. يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده ركز معايا. انا دلوقتي عندي ده كده يا عمنا نهر. ده كده ايه؟ ده نهر اهو بيجري في الميه. ده نهر اهوت فيه ايه؟ فيه ميه. طيب النهر ده بقى يا مستر علشان استفاد منه كويس جدا هعمل ايه؟ هاجي على مجرى النهر هنا واعمل سد. ده سد. طيب انا بعمل السد ده ليه؟ انا بعمل السد عشان الميه ما تعديش، علشان اخزن الميه هنا. طب انا بخزن الميه هنا ليه؟ لان يا حبيبي النهر ده بيجي له فتره وما بيبقاش فيه ميه كتير. طب لما النهر ما يبقاش فيه ميه كتير انا اعمل ايه؟ انا بقى ساعتها استفاد من الميه اللي انا خزنتها فين؟ هنا عند السد كده. طب ده على النهر، ايه مجاري السيول دي؟ نفس الكلام يا حبيبي. السيول اللي هي الامطار الغزيره. فالسيول دي لما ميه المطر دي كانت بتتجمع وبتتدفق كده في مجرى ايه؟ في مجرى. بتتدفق في مجرى او في وادي. انا بقى اجي برضو عند مجرى السيل ده واروح عامل عليه ايه؟ سد برضو. ليه؟ علشان اخزن نفس الكلام ميه السيول واوقفها واستفاد بيها بدل ما تغرقني. يبقى لو قلت لك هنا يا حبيب قلبي المسلمين اهتموا ببناء ايه؟ الجسور والسدود فين؟ على الانهار ومجاري السيول. زي سد مشهور جدا اسمه سد معاويه بالمدينه. اسمه سد معاويه لان اللي عمله معاويه بن ابي سفيان فين؟ في المدينه. تعال بقى بعد كده. هنا بيقول لي رقم 2 اهو. انشأ العباسيون قنوات الري بين نهري دجله والفرات. يا مستر يعني ايه قناه ري؟ قناه الري دي زي الترعه كده يا عم. مجرى بيوصل الميه بتاعت الانهار لفين؟ لحد الاراضي البعيده. تمام. ده مثلا نهر وده كمان نهر. شو قال لك؟ نهر دجله والفرات. ادي يا عم نهر دجله وده نهر الفرات. فنيجي بقى احنا نعمل ايه؟ مجرى كده طالع من نهر دجله كده مثلا اهو علشان يروي الاراضي اللي هنا، ومجرى طالع من نهر الفرات كده عشان برضو يروي الاراضي اللي هنا. يبقى دي اسمها قنوات مائيه. يبقى هما عملوا قنوات مائيه بين نهر دجله والفرات. بس اللي اهم حاجه وتركز لي فيها ان مين اللي عمل القنوات دي؟ العباسيون. قول معايا مين اللي عمل القنوات دي؟ العباسيون. قول معايا علشان تحفظ. طيب بص بقى يا حبيبي، بعد ما اتكلمنا عن الزراعه تعال نتكلم عن الصناعه. هم المسلمين يا مستر عرفوا صناعات؟ عرف المسلمون صناعات متعدده. زي ايه؟ زي صناعه الورق، زي صناعه الزجاج والنسيج. كلام ما عارفينه قبل كده، مفيش حاجه غريبه، ورق وزجاج ونسيج. بس اللي انا عايزك تركز لي فيه ان صناعه الزجاج والنسيج كانت مميزه. مميزه ازاي يا مستر؟ ما كل الحضارات القديمه كانت بتصنع زجاج ونسيج. النسيج اللي هو الملابس والاقمشه، والزجاج احنا عارفين. كل الحضارات كانت بتعمل كده. ايه الفرق بين بقيه الحضارات وبين الحضاره الاسلاميه؟ اقول لك يا عم الفرق فين. الفرق يا حبيبي ان الزجاج والنسيج اللي عمله المسلمون كان جميل جدا، واللي خلاه جميل ايه؟ الزخارف الاسلاميه الجميله اللي كانت بتتعمل عليه. يا مستر يعني ايه زخارف؟ تعالى يا حبيبي معايا وركز هنا كده. ده مثلا يا عم اهو قدامك اهو. تمام حلو. بص لي كده، الرسومات اللي على الاواني دي يا حبيبي والحاجات دي اسمها زخارف. زخارف اسلاميه. محدش بيعمل التصميم ده او الشكل ده غير المسلمين، وده كان جميل جدا. تمام كده؟ تمام. يبقى الزجاج والنسيج تميز بايه؟ بزخارف اسلاميه ايه؟ جميله. بزخارف اسلاميه جميله. ويبقى احنا كده اتكلمنا عن الزراعه والصناعه. تعالى بقى التجاره. بما ان الزراعه والصناعه يا مستر في الدوله الاسلاميه كانت مزدهره ومتقدمه، فده معناه ان احنا بقى موجود عندنا منتجات ممكن نبيعها. ما احنا شاطرين في الزراعه وفي الصناعه، والزراعه والصناعه بيوفروا لي ايه؟ منتجات. الزراعه بتوفر محاصيل، الصناعه بتوفر منتجات للاستخدام. حلو. فبما اننا بقينا عندنا منتجات يبقى المفروض نبيع الحاجات دي. وما دام قلت نبيع يبقى هنتكلم عن التجاره. فهنا الراجل بيقول لي ايه؟ ازدهرت التجاره في الدوله الاسلاميه يا مستر. قلت له ليه؟ بما تفسر يعني ليه؟ ليه ازدهرت وتقدمت يا حبيبي؟ قال لي بسبب، يلا بقى معايا، بسبب ازدهار الزراعه والصناعه اللي لسه قايلها لك. بسبب ازدهار الزراعه والصناعه. ما دام الزراعه والصناعه يا مستر متقدمين يعني عندنا منتجات يبقى هنبيعها بقى، يبقى كمان التجاره ايه؟ هتتقدم. تاني حاجه بقى يا عمنا ساعدت في ازدهار التجاره هو اهتمام المسلمين بايه؟ ركز بقى معايا كده، باقامه الاسواق. مسلمين يا مستر كانوا بيبنوا اسواق كتير، وهو السوق بيستخدم في ايه؟ غير في بيع المنتجات. تمام. وشراء برضو المنتجات. حلو. يبقى اهتم المسلمون باقامه اسواق كتير، فدي حاجه هتساعدهم على ان التجاره بتاعتهم تتقدم. واقامه استراحات. طب الاسواق عرفناها، ايه بقى الاستراحات؟ الاستراحات دي يا عم زي
كافيتيريا كده تمام بالبلدي على طول طريق طويل، فانا عندي طريق تجاره طويل قوي هيمشي فيه القوافل وهيتعبوا جدا، فاحنا ممكن نعمل لهم هنا على طول الطريق هنا ايه؟ استراحه، يعني مكان يقعدوا يباتوا فيه، ياكلوا فيه، يستريحوا فيه، يشربوا فيه، بعدين يكملوا الطريق تاني. فالمسلمين عملوا ايه؟ استراحات على الطرق، وكمان عملوا اساطيل تجاريه. يعني ايه اسطول تجاري يا مستر؟ الاسطول التجاري يا حبيبي يعني مجموعه من السفن التجاريه كبيره جدا، هو ده الاسطول الايه؟ التجاري. وكمان قاموا باصلاح الطرق التجاريه، كل الطرق التجاريه بقى يا عم اللي ما كانتش ممهده مهدوها وبقت صالحه ان التجار يمشوا عليها. فده كله ساعد في ايه يا مستر؟ ساعد في ازدهار الايه يا حبيبي؟ التجاره. يلا نقول تاني. اهتمام المسلمين بايه؟ يلا. 1 اقامه اسواق، 2 استراحات، 3 اساطيل تجاريه، 4 اصلاح الطرق التجاريه. تعال بقى يا عم في حته مهمه هنا، بيقول لي ايه؟ اشتهر التجار المسلمون يا مستر بالصدق والامانه وتمسكهم بمبادئ الاسلام السامحه في البيع والشراء. قلت له ايه اشتهر؟ يعني ايه؟ يعني يا مستر لما كانت اي منطقه بيدخلها تاجر مسلم كانت الناس بتحب انها تتعامل معاه. انا هشتري من التاجر المسلم مش هشتري من حد تاني. طب يا عم ليه؟ اشمعنى انت عايز تتعامل مع التاجر المسلم؟ قال لك لان التاجر المسلم ده ما بيغشش، ما بيسرقش، ما بيكذبش، ما بيعملش اي حاجه وحشه، وبيتعامل معانا في البيع والشراء بايه؟ بسماحه الاسلام ومبادئ الاسلام وتعاليم الاسلام السامحه. حلو. فلما كان التاجر المسلم يدخل الناس بتبقى عايزه تتعامل معاه هو. طب ليه يا مستر التاجر المسلم ما بيكذبش وما بيغشش وما بيعملش؟ يا عم لان الدين بتاعه حرم الحاجات دي، وهو شخص مسلم معتنق دين الاسلام، يبقى اكيد مش هيعمل الحاجات الوحشه دي. اتفقنا؟ يبقى اشتهر التجار المسلمين بايه؟ بالصدق، الامانه، تمسكهم بمبادئ الاسلام السامحه في البيع والايه؟ في البيع والشراء. وهنا بقى يا حبيب قلبي تبقى خلصنا الحياه الاقتصاديه، خدنا الزراعه، الصناعه، التجاره. تعالى بقى بينا يا عم ندخل على الحياه الفكريه والعلميه. يلا نشوف كده. هنا بيقول لي ايه؟ ركز معايا. اهتم المسلمون بالعلم والعلماء. قلت له تصدق ما اخدتش بالي، ده في ناس كده تقعد تقول لك المسلمين دول بتوع دين بقى وخلاص، ولا بيهتموا بعلم ولا بعلماء ولا باي حاجه. لا مفيش الكلام ده حبيبي. تعالى تعالى، ده احنا العلم اساسه اصلا من عند المسلمين، وصدقني وهثبت لك ازاي. تعالى بس. اهتم المسلمون بالعلم والعلماء. قلت له ازاي؟ قال لي حيث برزت العلوم الدينيه والعلوم الطبيعيه. يعني ايه؟ يعني تقدمت وازدهرت العلوم الدينيه والعلوم الطبيعيه. قلت له ايه العلوم الدينيه دي؟ دي العلوم الخاصه بدين الاسلام، زي علم الفقه، زي علم التفسير، زي علم الحديث. علم الفقه بقى هو اللي بيعرفنا احكام الاسلام، وايه الحاجات الحرام وايه الحاجات الحلال، وازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نتوضا. ده علم الفقه. علم التفسير هو علم تفسير ايات القران الكريم وتوضيح معانيه. علم الحديث ده بقى يا عم هو علم حديث النبي عليه الصلاه والسلام. قال ايه؟ الحاجات اللي كان النبي بيقولها او بيعملها كانت بتتكتب. هو ده علم الايه؟ هو ده علم الحديث. فدي يا مستر اسمها علوم دينيه. تمام. اما بقى العلوم الطبيعيه زي الرياضيات، زي الفلك، زي الطب، زي الكيمياء، زي الحاجات دي كلها، فالعلوم دي برضو ازدهرت وتقدمت جدا في الحضاره الاسلاميه. يبقى احنا ما كناش بنهتم بالدين بس، لا كنا كمان بنهتم بالعلوم الطبيعيه زي الرياضيات والفلك والطب والكيمياء. تعال بقى حته كمان هي تخص العلوم. بيقول لي ايه؟ انشئت المدارس والمكتبات ومراكز العلم في الدوله الاسلاميه. كان عندنا مدارس تعلم الطلاب عادي جدا، مكتبات مليانه كتب عظيمه، ومراكز للعلم. زي ايه يا عم؟ قال لي زي بيت الحكمه. انا سمعت بيت الحكمه دي في الجزء اللي فات. ما انا قلت لك ان بيت الحكمه دي كانت مكتبه بتضم الاف الكتب والمخطوطات والحاجات دي. حلو. كانت فين بيت الحكمه؟ كانت في بغداد. وهنا بقى بقول لك اهو، الذي اسس بيت الحكمه هو الخليفه العباسي هارون الرشيد. يبقى انت فهمت هنا ان بيت الحكمه اولا يا مستر اتاسست في عهد الخلافه العباسيه، اتعملت في بغداد، اللي عملها الخليفه العباسي هارون الايه؟ هارون الرشيد. يبقى احنا يا مستر كنا بنهتم بالعلم. ده احنا عملنا مدارس ومكتبات ومراكز العلم يا عم. تعالى بعد كده بيقول لي ايه؟ قاموا اللي هم المسلمين بترجمه كتب اليونانيين والفرس. ترجمنا كل الكتب بتاعت اليونانيين والفرس للغه العربيه علشان نقراها. هتقول لي ايه ده يا مستر؟ هو احنا هنتعلم منهم؟ استنى بس يا حبيبي، ده الكتب دي يا بابا بعد ما ترجمناها لقيناها ناقصه حاجات كتير قوي كانت عندنا.
لقينا الناس دي العلم بتاعهم، ركز بقى، العلم بتاعهم كان لحد هنا، اما العلم بتاعنا احنا كان كده. فروحنا عملنا ايه؟ كتبنا اضافات وكملنا الكتب بتاعتهم وطلعناها لفوق. يعني احنا طورنا الكتب بتاعت اليونانيين والفرس. يبقى بص هنا اهو، قاموا بترجمه كتب اليونانيين والفرس، ركز بقى كده، لكنهم لم يكتفوا بالترجمه فقط. احنا ما ترجمناش بس، ركز بقى، بل اضافوا اليها، ضفنا للكتب ده حاجات كتير وطوروا ما فيها. اضافوا اليها حاجات كتير وطوروا ايه؟ وطوروا ما فيها. تمام يا عمنا كده؟ تمام، حلو قوي. تعال، يبقى من حيث الحياه الفكريه والعلميه تمينا بالعلم والعلماء، ومش كل العلوم الدينيه، مش العلوم الدينيه بس قصدي، لا، وكمان العلوم الطبيعيه. وعملنا مدارس ومكتبات ومراكز العلم زي بيت الحكمه اللي عملها هارون الرشيد الخليفه العباسي، وترجمنا كتب اليونانيين والفرس وطورناها وضفنا ليها حاجات ما كانتش موجوده اصلا. طيب تعالى بقى يا عم على العماره والفنون. يلا بقى معايا واحده واحده كده. بيقول لي هنا ايه؟ تميزت العماره الاسلاميه اللي هي البناء، العماره اللي هي الايه؟ البناء. العماره الاسلاميه يا مستر اتميزت بايه؟ ايوه عايزين نعرف بقى. باستخدام القباب والمآذن. القباب جمع القبه. القبه بتاعت القبه دي بتاعت الجامع اللي عامله ازاي مثلا؟ اللي عامله كده، دي كده اسمها ايه؟ قبه. اما بقى يا عم المأذنه، هي بقى العمود الطويل ده، تمام، اللي كان بيقف عليه زمان المؤذن ويقول الايه؟ ويقول الاذان. اتفقنا. فهنا بيقول لي يا مستر استخدموا القباب والمآذن. طب هل في حد كان بيستخدم القباب ده قبلنا؟ لا بقى، ما هو ده بقى اللي ميز العماره بتاعتنا، ان احنا استخدمنا الايه؟ القباب والمآذن. فبص لي هنا كده، تلاقي قبه زي دي كده اهي، بص عامله ازاي يا عم، شكلها عامل ازاي اهو، قبه شكلها جميل جدا، وادي يا عم شبه المأذنه. طيب تعالى يا عم بعد كده، بيقول لي ايه؟ ترك المسلمون بصمتهم الفنيه في بلاد كثيره. في بلاد كتير جدا دلوقتي حاليا يا مستر احنا سيبنا، المسلمين سابوا فيها بصمه، عملنا فيها شغل جامد قوي من حيث العماره، لسه موجود لحد دلوقتي. زي ايه يا عم؟ قال لي زي الاندلس. قلت له ما فيش بلد اسمها الاندلس. ايه الاندلس دي؟ قال الاندلس دي اللي هي حاليا اسبانيا والبرتغال. اسبانيا والبرتغال زمان كان اسمها الاندلس، وكانت دوله مسلمه، تمام. وبعدين اقول لك بقى يا عم، اسبانيا والبرتغال لو رحتهم دلوقتي هتلاقي فيهم آثار للعمارة الإسلامية العظيمة لسه موجودة لحد دلوقتي. تعال، وكمان تركيا، وكمان الهند. وأكتر حاجة مشهورة في الهند من العمارة الإسلامية، بص لي هنا كده في الصورة دي، تاج محل. تاج محل ده يا حبايبي ضريح اللي بناه شخص مسلم، واتبنى على نفس الطراز الإسلامي ولسه موجود لحد دلوقتي، ومن عجائب الدنيا السبع. فبص له كده، ده شكل العمارة الإسلامية. جميله قوي، جميله، مع انها اتعملت من الاف الايه؟ اتعملت قصدي من زمان جدا، مش من الاف السنين ولا حاجه، من زمان جدا. طيب تعالى يا عم هنا بقى بيقول لي ايه؟ ازدهرت كمان فنون النسيج والنقش. النسيج صناعه الملابس والاقمشه، والنقش على الجدران، على الخشب والايه؟ والمعادن. ازدهرت فنون النسيج، تمام، وكمان النقش على الخشب والايه يا حبايبي؟ وكمان النقش على الخشب والمعادن. يبقى المسلمين كانوا شاطرين في الفنون وكمان في العماره. ومن حيث العماره فهم استخدموا القباب والمآذن والخط الايه؟ نسينا بقى الخط العربي دي، واستخدموا الخط العربي في الزخرفه. الخط العربي اللي هو خط جميل جدا، فلو دخلت اي مسجد هتلاقي كده على العمدان بتاعه المسجد او الجدران تلاقي كده مكتوب ايات قرانيه بالخط العربي الجميل، تمام. يبقى يستخدموا الخط العربي في الايه؟ في الزخرفه، في انهم يخلوا شكل الحاجه جميله فيكتبوا عليها بس باللغه العربيه. وبكده حبايب قلبي نكون وصلنا لرقم 5 في الملامح الإسلامية، ملامح قصد الحضارة الإسلامية. يبقى احنا كده خلصنا ملامح الحضارة الإسلامية. تعالى بقى يا عم آخر حاجة في الدرس وآخر حاجة في الوحدة كلها، تواصل الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى. يعني يا مستر هل كان في أي تواصل بين الحضارة الإسلامية وبين حضارة تانية، زي مثلا الحضارات اللي كانت في آسيا، الحضارات اللي كانت في أوروبا، الحضارات اللي كانت في أفريقيا؟ أنا عايز أقول لك بس حاجة بسيطة، ان الحضاره الاسلاميه بتاعتنا الاول يا اولاد انتشرت اصلا في قارتي اسيا واوروبا. انتشرت في قارتي اسيا واوروبا. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت عايز تفهمني ان في اسيا واوروبا حضارتنا انتشرت؟ يعني اللغه مثلا العربيه بتاعتنا انتشرت هناك، القباب والمآذن والمباني الاسلاميه انتشرت هناك. طيب حلو.
يبقى اللي فهمته ان الحضاره الاسلاميه دي يا مستر انتشرت في قارتي اسيا وايه واوروبا. فانا هسال سؤال واقول ازاي، يعني كيف انتشرت هناك ازاي؟ قال لي عن طريق، بص يا عم، رقم واحد التجار المسلمين. مين دول يا مستر؟ دول التجار اللي كانوا بيسافروا من شبه الجزيره العربيه ويروحوا بلاد مختلفه جدا في اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا. طب التجار دول يا مستر مالهم؟ نشروا الحضاره من خلال ملابسهم وتعاملهم. ده حتى التجار دول كمان كانوا بيدعوا للاسلام. كانت الناس تشوف التجار كده حبايبي، من كتر ما هم ناس جميله، ما بتكذبش، ما بتغشش، ما بتعملش اي حاجه وحشه، كانوا ممكن يدخلوا الاسلام بسبب التجار المسلمين. فالتجار المسلمين ادوا الى ايه؟ ادوا الى انتشار الحضاره الاسلاميه في اسيا واوروبا. يبقى رقم واحد التجار المسلمين. رقم اتنين التوسعات والرحلات الاستكشافيه اللي عملها العلماء المسلمين. العلماء المسلمين عملوا رحلات كتير جدا، سواء كانت رحلات استكشافيه او رحلات تجاريه. وكمان التوسعات هي ان الدوله تتوسع والفتوحات. تمام. فده كله ساعد في انتشار الحضاره يا مستر في قارتي اسيا واوروبا. تعال بعد كده انتشار اختراعات المسلمين في انحاء قارتي اسيا واوروبا. ايه يا مستر اختراعات المسلمين دي؟ هم المسلمين اخترعوا حاجه كتير قوي يا حبيبي، بس هي جايه لك مش ملغيه، اصدم عليك. الاختراعات بتاعت المسلمين وانجازاتهم في العلوم وكده ملغيه عليك، لكن موجوده، بس مش هتيجي في الامتحان. فانا برضه هبصصك عليها كده بصه صغيره. فهنا بيقول لي انتشار اختراعات المسلمين في انحاء قارتي اسيا واوروبا. وتعالى يا عم قبل ما ننسى، هتبص هنا كده، ده اولا يا اولاد للاطلاع فقط، يعني ده مش موجود عندنا. هتلاقي مثلا يا عم ان الحسن بن الهيثم ده مؤسس علم البصريات، اول من اخترع الخزانه المظلمه ذات الثقب، اللي هو الصندوق المظلم اللي ليه ثقب كده، اللي هو ايه ده يا مستر؟ اللي هو دلوقتي بقى حاليا الكاميرا. شفت الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي دي اللي اخترعها مسلم يا حبيبي، عشان تبقى فاهم برضو المسلمين على ايه. تمام. يبقى هو اخترع الخزانه المظلمه ذات الثقب والتي تقوم على المبادئ الاساسيه التي بني عليها اختراع الكاميرا الحديثه. ده اساس الكاميرا الحديثه. تعال عندنا ابن النفيس، العالم ابن النفيس ده من اشهر علماء الطب، وده اللي اكتشف الدوره الدمويه. شفت بقى، احنا اللي اكتشفنا الدوره الدمويه. والدوره الدمويه دي بقولها وكان ذلك اساسا لاكتشافات كبيره جدا في الطب الحديث. الدوره الدمويه احنا اللي اكتشفناها. تعال البيروني من اشهر الفلاسفه ومن اول العلماء الذين قاموا بدراسه الجاذبيه، وذكر في مؤلفاته ان الارض تقوم بجذب ما فوقها نحو مركزها. حتى كمان الجاذبيه كنا عارفين. تعال عباس ابن فرناس، من ده يا مستر؟ ده بقى اللي بيلقب بابو الطيران، لان ده اصلا يا حبيب قلبي هو اللي خلى الناس يخترعوا الطياره. ده اول شخص حاول ان هو يطير في الجو. تمام كده اهو. وقام باختراع اول طائره بدائيه وكانت الاساس لصناعه الطائرات الحديث. يبقى الكاميرات، الطائرات، الدوره الدمويه، الحاجات دي كلها مستر بتاعتنا. تعال محمد ابن موسى الخوارزمي، ده من اشهر علماء الرياضيات، ده اللي اخترع الارقام الحسابيه وخاصه الصفر، وده اللي اسس علم علم الجبر. وفي على فكره حاجات كتير قوي، ده كمان باختصار، فاحنا بس بنعرفك العلماء المسلمين عملوا ايه. يبقى يا حبايب قلبي نرجع تاني بقى. الحضاره الاسلاميه انتشرت في اسيا واوروبا من خلال التجار المسلمين، التوسعات والرحلات الاستكشافيه، اختراعات المسلمين اللي انتشرت في انحاء قاره اسيا واوروبا. تعالى بقى هنا بيقول لي نشاط حركه الترجمه، حيث ترجمت كثير من كتب العلماء المسلمين. يا مستر انا عارف ان احنا اللي كنا بنترجم الكتب، لا المره دي بقى كتب المسلمين هي اللي كانت بتترجم. يعني كتب مكتوبه باللغه العربيه تترجم. تترجم. كتب في ايه يا مستر؟ كتب في مجال الطب، في مجال الرياضيات، في الفلك وغيرها كتير اترجمت للغه اللاتينيه. استنى بس يا مستر، كتب في مجالات الطب والرياضه والفلك كانت كتب عربيه واترجمت للغه اللاتينيه. هي ايه اللغه اللاتينيه دي؟ دي اللغه بتاعه اوروبا. حلوه قوي. طب معنى ان كتبنا اترجمت للغه اللاتينيه يبقى الاوروبيين هيقرأوا الكتب بتاعتنا. مظبوط؟ اقول لك مظبوط. والكتب بقى بتاعتنا دي يا حبيبي كانت هي الاساس في قيام النهضه الاوروبيه الحديثه. النهضه الاوروبيه الحديثه يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما تبص على قاره اوروبا تلاقيها متقدمه. اساس التقدم بتاع اوروبا كان من عندنا يا حبيبي. اوروبا قبل الاسلام كانوا جهله، عشان تبقى فاهم كده، ولا يفقهوا شيء، ولا اختراعات ولا تقدمات ولا اي حاجه. لكن اساس النهضه الاوروبيه كله كان من خلال دراسه كتب المسلمين وتفوق المسلمين في علوم كتير جدا، زي الطب، زي الرياضيات، زي زي الفلك.
وكده حبايب قلبي نكون وصلنا لاخر الحصه بتاعتنا. واكتب لي بقى يا عم في الكومنتات ان انت وصلت لحد هنا عشان ابقى عارف مين اللي وصل لحد اخر الحصه ومين كان مكمل معايا لحد الاخر. سيب لايك للفيديو يا حبيبي لان ده هيساعدنا ان احنا نستمر ونكمل وهيساعد في انتشار الفيديو بين الطلاب وكله يستفاد. تمام كده؟ وما تنساش تكتب لي في الكومنتات ان انت وصلت لحد هنا واعمل اشتراك علشان الدروس اللي بعد كده توصل لك. ما تنساش تفعل زر الجرس. يلا اشوفك في الحصه الجايه. جود باي.